السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعمل تمرين شامل على الاكسل. التمرين ده شامل معادلات بسيطه ودوال بسيطه، كمان الكومنت، الكونديشنال فورمات، الفلتر والسورت، داله اف، وكمان الرسم البياني. اول حاجه هعملها هنقل الجدول ده وهكتبه في الاكسل علشان اقدر احل المطالب اللي مطلوبه مني جوه الجدول ده. طيب بعد ما نقلت الجدول في شيت الاكسل هبدا بقى انسق الجدول ده، فهحدد الجدول ده، دي طريقه، او اقف في وسط الجدول واعمل كنترول وحرف الايه، هتلاقي الجدول عندك اتحدد. طبعا لو انت واقف بعيد وعملت كنترول ايه هتحدد الشيت كله، انما لو انت واقف في وسط كلام او وسط نطاق انت كاتبه في الاكسل وعملت كنترول ايه هيظهر عندك تحديد للجدول او النطاق اللي انت واقف فيه ده. طبعا الجزء اللي فاضي او الجزء اللي مش متحدد ده متحدد، لكن الاكسل بيقول لك انت بادئ تحديد من هنا او كنت واقف هنا وانت بتبدا التحديد. طيب انا بعد ما حددت هروح اكبر حجم الخط شويه، ممكن اعمله بولد او لا، الون الكلام، كل ده معايا. ممكن اجيب الكلام في نص الخليه كده. العواميد ضيقه قوي، انا محتاج اوسع العواميد شويه. انا هاجي احدد كل العواميد دي كده من فوق، وبعدين لو وسعت اي عمود منهم هتلاقي كل العواميد وسعت معايا، بقت العواميد كلها واسعه. انا محتاجه برضو اوسع العمود ده كمان، ممكن اوسعه. محتاجه برضو اوسع العمود ده تاني واوسع العمود ده تاني. تمام كده. طيب هقف تاني في وسط الجدول، كنترول ايه، وعايزه اسطر الجدول ده. هعمل كنترول 1 علشان افتح تنسيق خليه او فورمات سيل، ومنها بوردر، وبعدين هنقي شكل الخط اوتلاين انسايد علشان اسطر الجدول. الجدول كنا شرحناه قبل كده بالتفصيل، ممكن اسيب لكم ليه رابط في وصف الفيديو، وهيظهر قدامكم على الشاشه ازاي تسطر وتلون جدول بالطريقه العاديه في الاكسل. وكمان الجداول الديناميك كنا عملناها، مهم قوي تتفرج عليها. اول مطلوب معايا حساب العلاوه التي تبلغ 3% من المرتب الاساسي، والضريبه والاستقطاعات وكل حاجه ليها نسبه مئويه معينه. خلينا نمسك اول جزء وهو حساب العلاوه التي تبلغ 3% من المرتب الاساسي. هعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هنعملها هنقف في الخليه اللي عايزين نطلع فيها الناتج. انا ما ينفعش ابقى واقف هنا كده واطلع الناتج، انا مطلوب مني العلاوه. طب العلاوه لمين؟ لاحمد ولا هاني ولا عمر؟ هقف في اول موظف علشان بعد كده هستدعي الاوتو فيل وهتسهل عليا شغلي في الاكسل. فانا هقف في اول موظف وعايزين نجيب العلاوه بتاعه اول موظف. وبعدين لازم تخبط على الاكسل وتقول له انا هعمل عمليه حسابيه. علشان تفهم الاكسل ان انت هتعمل عمليه حسابيه هتدوس يساوي وانت في وسط الخليه. وبعدين انا عايز المرتب في 5%، فانا ابدا ما ينفعش اعمل 1500 في 5%، كده مش صح. كده انا ما استغلتش الاكسل او ما خدتش فايده الاكسل صح. امال المفروض اعمل ايه؟ الاكسل بيفهم اسم خليه مش محتوى. طيب انا هكنسل كل اللي انا عملته ده وهبدا المعادله من اول وجديد. لو سمحت يا اكسل انا هعمل عمليه حسابيه، يعني يساوي. صح معايا يا اكسل، انا بعمل عمليه حسابيه، اذا انا عايزه الناتج. انما لو ما عملتش يساوي انا كده مش شغاله معادله. العلاوه دي اساسا هحسبها ازاي؟ العلاوه بيقول لك 3% من المرتب الاساسي. شوف هو بيقول لك من ايه؟ من المرتب ولا من الضريبه ولا من العموله ولا من ايه بالظبط؟ لا والله، ده هو هنا كاتب لي 3% من المرتب الاساسي، يعني هاخد المرتب الاساسي اضربه في 3%. حلو قوي. انا هروح اقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج واقول له يساوي، وبعدين اقول له روح شوف المرتب بتاع احمد. طب هو كتب لي هنا سي 2 كده صح، روح شوف المرتب اللي في سي 2 اضربه في 5 ولا 3؟ لا في 3، هو قايل لي 3 في المية. هندوس على شيفت مع الخمسة، شيفت مع الخمسة علشان نعمل علامة في المية. بعد كده هدوس انتر، هيطلع لي العلاوة. طب العلاوة دي بتاعت مين؟ بتاعت احمد. ما ينفعش ابدا وانا شغال هنا اخد مرتب هاني، لا انا هاخد المرتب او اللي في نفس الصف ده. طيب انا جبت العلاوة بتاعت احمد، مطلوب مني ان اجيب هاني وعمر ومحمد كمان وباقي الموظفين. لو عندي 500 موظف هعمل ايه؟ اقف على الاوتو فيل وبعدين اعمل دبل كليك. دبل كليك بتعمل لك اوتو فيل لكل الجدول. قلت للاكسل شوف انا عملت هنا ايه وطبقه في باقي الجدول. المطلوب اللي بعد كده او على نفس المطلوب بس الجزء الثاني، والضريبه 2% من المرتب الاساسي. وقف الفيديو وشوف هتعمل الكلام ده ازاي. المفروض ان هاخد المرتب الاساسي اضربه في كام؟ في 2% عشان اطلع ايه؟ عشان اطلع الضريبه. حاول تفصص المعادله عندك عشان تعرف تحلها. طيب انا هاخد المرتب الاساسي اضربه في 2% عشان اطلع الضريبه، فانا هقف في الضريبه ولا هقف في الاستقطاع ولا هقف في حته فاضيه ولا اخرج بره الاكسل واقفله ولا اعمل ايه؟ ايوه انا هقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج، هقف هنا. طب وبعدين لازم اخبط
على الاكسل علشان افهمه ان انا هعمل عمليه حسابيه. التخبيطه دي بايه؟ بيساوي، هو قال لي كام في الميه؟ هو قال لي 2% من المرتب الاساسي. يعني هروح اقول له شوف المرتب الاساسي اضربه في 2% شيفت مع الخمسة وبعدين انتر. بعدين هقف هنا لغاية ما الماوس يبقى زائد تقيل علشان استدعي الشكل بتاع الاوتوفيل. اعمل دبل كليك او دوس واسحب، الاتنين صح. طبعا لو انت عندك جدول كبير دبل كليك احسن وهيسهل عليك الشغل. طيب المطلوب اللي بعد كده او في نفس المطلوب بس الجزء الثالث، الاستقطاعات 5% من المرتب. الاستقطاعات دي حاجة بتتخصم برضو زي الضرايب بالظبط بس اسمها استقطاعات. فانا هعمل الاستقطاعات ازاي؟ اصلا انا نسيت، حد يساعدني. ايوه انا سامع حد بيقول انا هاخد المرتب الاساسي اضربه في 10%، صح؟ 10%؟ لا، امال كام؟ 5%. ليه؟ لان هو قايل لي، على فكره انا مش بقول من دماغي، هو قال لك الاستقطاعات بتساوي 5% من المرتب الاساسي. يعني هاخد المرتب الاساسي اضربه في 5% علشان اطلع الاستقطاع. برافو عليك. انا هروح اقف هنا وبعدين هدوس يساوي. صح كده اللي انا بعمله ده؟ انا سامع حد بيصرخ هناك ويقول لي لا خلي بالك انت كده مش واقفه صح. برافو عليك. ما ينفعش ابدا ابقى واقفه هنا وبطلع الاستقطاعات، انا عايزه اقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج. تعالوا نكنسل المعادله من علامه الاكس دي اللي في الفورمولا بار، وبعدين هقف صح المره دي علشان اطلع الناتج. وبعدين هروح ادوس يساوي وبعدين اقول له خد المرتب اضربه في علامه الستار الصغيره دي 5 وبعدين في المية شيفت مع الخمسه اللي فوق القاف وبعدين انتر، هيطلع لي الناتج اللي هو الاستقطاع. بعدين هقف واعمل دبل كليك على الاوتوفيل علشان اجيب بقيه الموظفين. طبعا الاوتوفيل من الحاجات الجميله جدا في الاكسل، بتوفر عليك وقت كبير. انت بس بتجيب اول موظف وتعمل اوتوفيل يظهر عندك باقي الموظفين. طب ثواني، هو ايش عرفه ان انا هنا هشتغل على سي 3 وهنا هشتغل على سي 4؟ ايش عرفه بالكلام ده؟ الاكسل عرف لانك انت شغال باسم خليه مش محتوى. بص كده في الفورمولا بار المعادله بتاعتك على اسم خليه. انت لو كنت عامل 1500 في كذا في المية مش هيفهم الاكسل انت عايز ايه، انما هنا انت بتقول له سي 2 في 5%. فمعنى كده ان هو فهم. اما اجي اعمل اوتوفيل يا اكسل لو سمحت بص هنا وخد الخليه اللي تحت سي 2 اللي هي سي 3 وبعدين هنا خد لي الخليه دي وبعدين هنا خد لي الخليه دي وهكذا. الاوتوفيل بيشتغل لو انت عامل المعادله على اسم خليه مش محتوى. خلي بالك لو انت عامل المعادله على المحتوى اللي هو 1500 او 1000 او 2000 مش هيفهم وهتضطر تعمل كل المعادلات مانيوال بايدك. طب وليه؟ ما انا الاكسل معمول علشان يريحني مش عشان يتعبني. فانا هعمل الكلام ده باسم خليه علشان بعد كده اما اعمل اوتوفيل يفهم معايا وينزل معايا بقيه الموظفين. طيب المطلوب اللي بعد كده حساب صافي المرتب لكل موظف. هو الموظف ده هيقبض كام في الاخر؟ خلينا نحسب احمد الاول وبعدين نعمل اوتوفيل. ايه ده هينفع؟ ايوه والله اوتوفيل شغال معانا في الاكسل وسبب من اسباب نجاح برنامج الاكسل الاوتوفيل الصغير ده. طيب صافي المرتب هحسبه ازاي؟ صافي المرتب ده معناه ايه؟ معناه ان الراجل ده في الاخر هيقبض كام، هخصم منه كام وهضيف عليه كام فهيقبض كام في الاخر. انا هاخد المرتب ازود عليه العلاوه وهنقص منه الضريبه والاستقطاع. طيب انا نسيت اعمل ايه؟ حد يفكرني. رقم 1 اقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج اللي قال كده، برافو عليك. رقم 2 هدوس يساوي علشان افهم الاكسل ان انا هعمل عمليه حسابيه. ممتاز. وبعدين هروح اشاور على اول خليه اللي هي فيها المرتب، ولا هكتب 1500 زائد 45 زائد 30؟ لا. طيب المرتب زائد العلاوه ناقص، انا على فكره بكتب من الكيبورد ناقص الضريبه ناقص تاني الاستقطاع بس، وبعدين بدوس انتر علشان اطلع الناتج. جاب لي صافي المرتب. هعمل اوتوفيل دبل كليك على المربع الصغير ده علشان يجيب لي باقي الموظفين. حلو جدا، انا كده طلعت صافي المرتب. المطلوب الثالث بيقول لك عمل كوبي للجدول في شيت تاني، او بنعمل نسخه من الشيت ده لشيت تاني. كتير قوي ممكن يقابلك ان انت محتاج الشيت اللي انت بتشتغل فيه ده عايز منه نسخه تانية، علشان مثلا دي نسخة يناير ونسخة فبراير هي بس محتاج تغيير بسيط، فانت محتاج تاخد نسخة من الشيت ده. او علشان تعمل كوبي للشيت من غير ما يحصل اي مشاكل في المعادلات عندك، اعمل كليك يمين على اسم الشيت وبعدين قول له موف اور كوبي.
وبعدين حط علامه صح على كرييت كوبي. اوكي كده انت عملت نسخه طبق الاصل من الشيتين. طيب تعالوا نرجع تاني للشيت ده ونشوف المطلوب اللي بعد كده. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك غير اسم الشيت الى موظفين شركه الامانه او شركه الامانه. علشان تغير اسم الشيت اعمل دبل كليك على اسم الشيت وبعدين اكتب الاسم وبعدين دوس انتر علشان تثبت الاسم. كده انا غيرت اسم الشيت. المطلوب 5 و6 و7 و8 دول دوال بسيطه موجوده جوه الاكسل، اكبر قيمه، اصغر قيمه، متوسط مجموع اللي هي ماكس، من، افريج، والصم. طيب انا جيت في شيت الاكسل بتاعي وكتبت الاربع مطالب اللي هو اكبر صافي مرتب واصغر متوسط مجموع وعملتهم في جدول ونسقتهم. ممكن طبعا احدد الجزء ده كده والونه، والجزء ده كمان بالمره احدده وهلونه. احنا في قائمه هوم في الجزء الخاص بالفيل كولر، هفتح واختار اللون اللي انا عايزه. طيب المطلوب الاول في المطالب الاربعه دول حساب اكبر صافي مرتب. هعمل ايه؟ الناس اللي بتقول اقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج، صح، انا عايزه اطلع اكبر صافي مرتب من هنا. طب ما انا بعيني ممكن اشوف واطلع هنا واقول لك اكبر صافي مرتب اللي هو 1920. ايه المشكله؟ المشكله لو انت عندك ارقام كتير ومحتاج تطلع اكبر صافي مرتب من الارقام الكتير دول، هنا الاكسل هيساعدك. طيب هقف في الخليه وبعدين هروح قائمه هوم وهلاقي عندي شكل السيجما ده. افتح السهم اللي جنبه هتلاقي فيه الدوال البسيطه بتاعه الاكسل اللي في الاول اللي هي صم المجموع، افريج المتوسط، كاونت العدد، وقلنا كاونت ليها عيله كبيره كنا شرحناها قبل كده، ماكس اعلى قيمه ومن اقل قيمه. طيب المطلوب مني دلوقتي حساب اكبر صافي مرتب، اكبر اللي هي داله ماكس، فانا هستدعي الداله بتاعت ماكس. ثواني، انت ما كتبتيش يساوي ليه؟ لا، ما هو ادام انا هستدعي داله فالداله بتيجي بالشنطه بتاعتها والادوات بتاعتها وكل حاجه. اول ما هدوس على ماكس هتيجي وتكتب يساوي وبعدين ماكس وكل حاجه. دي الطريقه البسيطه في استدعاء الدوال. طبعا في طريقه تانية لاستدعاء الدوال ان انت بتكتب الداله بايدك، يعني بتكتب يساوي وبعدين بتستدعي الداله، لكن خلينا نشتغل في التمرين ده بالطريقه البسيطه. بما اننا شغالين في تمرين بسيط هنستدعي الدوال بالطريقه البسيطه. بشرح لكم ازاي كل الكلام ده في الفيديوهات اللي هي ليها علاقه بالدوال المتقدمه، انما ادام احنا بنشرح دوال بسيطه خلينا نستخدم الطريقه البسيطه في انك انت تستدعي الداله. طيب اول ما بستدعي الداله بتحدد لي شويه ارقام كده وتقول هو انت عايز تشتغل على دول؟ لا والله انا مش عايزه اشتغل على ده، انا عايزه اشتغل على ده. عادي على فكره، روح دوس في وسط الخليه، ما تشيلش ايدك، خليك دايس حدد النطاق اللي انت عايز داله ماكس تشتغل عليه وبعدين دوس انتر عشان تطلع الناتج. جابت لك اعلى قيمه فعلا. طيب انا عايز اصغر صافي مرتب. اصغر انهي داله دي وهستدعي ايه وهعمل ايه؟ انا نسيت كل حاجه. غالبا وانت بتشتغل في الاكسل لو انت اول مره تتعامل مع الاكسل هتلاقي نفسك ساعات هنك. اول ما تهنك في الاكسل اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج. اصل انا كنت واقف هنا، هو كده صح؟ هو ده المكان اللي انا هطلع فيه الناتج؟ اكيد لا. امال فين؟ ده انا كنت عايزه اجيب اصغر صافي مرتب، فهقف في الخليه دي علشان اجيب فيها اصغر صافي المرتب. هعمل ايه؟ استدعي داله ايه؟ داله اصغر قيمه. داله اصغر قيمه هتلاقيها في قائمه هوم، علامه السيجما، افتح السهم اللي جنبها علشان تستدعي الداله بتاعه من دي اصغر قيمه، وبعدين انت حدد الارقام اللي انت عايز تشتغل عليها وبعدين هتقول اوكي او انتر، يا اما علامه صح يا اما انتر علشان تطلع الناتج. انا طلعت الناتج فعلا اصغر قيمه 960. طيب المتوسط الحسابي دي الناس اللي فاكره كانت مجموع القيم على عددها، يعني معنى كده ان انا هجمع الاربع ارقام دول وهقسمهم على الاربعه، بس انا مش هعمل الكلام ده، الاكسل هو اللي هيعمل كل ده. فهقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج واستدعي الداله بتاعه افريج وبعدين اقول له لو سمحت روح اشتغل على الارقام دي، بعدين دوس انتر عشان تطلع الناتج. طيب هنا اخر حاجه مطلوبه مجموع صافي المرتبات اللي قدامي، انا عايزه اجمع كل ده، فانا هقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج وبعدين هستدعي الداله بتاعه الصم دي داله المجموع. دي من اهم دوال الاكسل، خلي بالك منها. مفيش مره بتفتح الاكسل لما بتعمل جمع، فالجمع من الحاجات المهمه قوي. واكيد مش هعمل كذا زائد كذا زائد كذا زائد كذا، لا. وليه؟ طب ما هو مسهل عليا الشغل اهو، بيقول لي في داله بتجمع، بدل ما تقعد تعمل زائد زائد زائد، لا انا استدعي الداله. انا هستدعي الداله وبعدين وهحدد
النطاق اللي هشتغل عليه، هحدد الارقام اللي هشتغل عليها اللي هتتجمع يعني، وبعدين انتر عشان اطلع الناتج. احنا كده تقريبا خلصنا نص المطالب او يمكن اكتر شويه. محتاجين دلوقتي ناخد بريك وبعدين نحل باقي التمرين في الفيديو اللي بعد ده على طول. لكن مطلوب منك ان انت تساعدني في حاجه. انا عايزه المرتب اللي اكتر من 1500 الخليه بتاعته تبقى باللون الاخضر، واللي اقل من ال1000 يبقى باللون الاحمر. انا عايزه اعمل الكلام ده. هتقولوا لي هعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق ايه في الاكسل؟ منتظره منكم التعليق بالاجابه الصح، وان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول هحل معاكم الجزء ده وهنكمل حل التمرين. لكن اوعى تروح تشوف الاجابه قبل ما تجاوب. جاوب الاول في تعليق وبعدين روح شوف الاجابه. وما تنساش تتعلم ببساطه وتحب اللي انت بتتعلمه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لحد ان شاء الله يستفيد هو كمان. وكمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.